الخلق. لا يشك يا أخواني بارك الله فيكم جميعا أن حسن الخلق أمر لا بد منه في هذه الحياة. أصلا يعني قبل أن ندلل على هذا الكلام بالآيات والأحاديث النبوية يعني من خلال الواقع ومن خلال التجربة التي نعيشها، انظر في واقعك وحياتك وحياة مجتمعك وحياة أسرتك، تجد أن سيء الأخلاق لا قيمة له، لا مكانة له، لا يؤبه له. وإن كان الرعاع من الناس طبعا يرفعون له القبعة أو يحترمونه وما شابه ذلك، لكن في الحقيقة هو في ذاته وقرارة نفسه يعلم أنه لا قيمة له. فلذلك يا أخواني ينبغي أن نحرص كل الحرص على هذا الجانب المهم في ديننا وشرعنا، حسن الأخلاق. نتكلم اليوم، أو الشيخ اختار هذا الباب له صلة وثيقة بعقيدتك. هذا الباب له صلة وثيقة بالعقيدة، بالعقيدة والعبادة التي تتقرب من خلالها إلى الله تبارك وتعالى. فعقيدة لا تجعل منك مسلما حسن الأخلاق، راجع نفسك فيها. وعبادة لا تقربك إلى الله عز وجل ولا تقربك من الناس، راجع وحاسب نفسك فيها. إذ الأصل شرعا أن العبادة العبادة لها آثار ولها ثمار. يعني الآن نحن في أي شهر مثلا؟ في شهر رمضان، في شهر الصيام مثلا. هذا الصيام الله عز وجل يا أخواني لا يريد منا جل وعلا، وهو غني أصلا عن عباداتنا كلها، لا يريد منا أن نعذب أنفسنا بترك الطعام والشراب وغيرها من الشهوات، لا، بل الغاية أعظم من ذلك. الغاية أن هذه العبادات وهذه الطاعات تثمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصيام ماذا قال؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا إن دل على شيء يدل على ماذا يا أخواني؟ الآن قول الزور والعمل به والجهل هذه من الأخلاق الذميمة والأخلاق الرذيلة. ينبغي على الصائم أن تكون أخلاقه كريمة وأن تكون أخلاقه حسنة. لذلك نتكلم عن حسن طبعا، أو الشيخ هنا يتكلم عن حسن الخلق لهذا الأمر أخواني بارك الله فيكم. وحسن الخلق كما يقول العلماء، يعني لو أردنا أن نعرف بتعريف مختصر شديد، حسن الخلق باختصار هو اسم جامع لفعل كل مليح وترك كل قبيح. فهو اسم جامع لفعل الفضائل وترك الرذائل. هكذا يعرفون حسن الخلق. وعبد الله يا مسلم، كما ذكر العلماء حسن الخلق على نوعين اثنين. النوع الأول حسن الخلق مع الخالق، مع ربك جل وعلا، وحسن الخلق مع الخلق كما ذكر العلماء ذلك. حسن الخلق مع الخالق كيف يكون يا أخواني؟ حسن الخلق مع الخالق يكون بتعظيم الخالق، بتقديس هذا الخالق، بإفراد هذا الرب جل وعلا بالعبودية. فذلك الذي يصرف العبادة لغير الله هذا سيء الأخلاق. والله لو كانت أخلاقه حسنة ما صرف العبادة لغير الله جل وعلا ولا وحد إلا الله جل وعلا. لذلك هذا كما أقول لكم يا أخواني هذا له ارتباط بالعقيدة بالدرجة الأولى، أن تكون حسن الأخلاق مع ربك. فكيف بك عبد الله رب يخلقك ويصورك ويطعمك ويسقيك ويحييك وينعم عليك بالنعم الظاهرة والباطنة، ثم تصرف تلك العبادات لغير الله تبارك وتعالى. بالله عليكم أليس هذا من سوء الأدب؟ أليس هذا من سوء الأخلاق؟ لذلك ينبغي علينا يا إخواني أن نفعل هذا الجانب في حياتنا
كما ذكر العلماء. هذا النوع الأول. إذا كيف تحسن خلقك مع الله عز وجل؟ بأن تمتثل أوامر الله تبارك وتعالى، وأن تجتنب نواهي الله تبارك وتعالى، وأن ترضى بأحكام الله الشرعية والقدرية. لا يكون عندك تسخط إذا ما ابتلاك الله عز وجل بابتلاء وأنزل عليك مصيبة، لا يكون عندك تسخط ولا تذمر، لأن هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. أما حسن الخلق مع الناس أو مع الخلق كيف يكون؟ العلماء اختصروا هذه القضية في 4 أشياء كما نقل عن عبد الله بن المبارك وغيره. قالوا حسن الخلق مع الناس يكون ب4 أشياء: بكف الأذى، ببذل الندى، وكف الأذى، واحتمال الأذى، وطلاقة الوجه. 4 أشياء تختصر لك حسن الخلق مع الناس. ركز في هذه القواعد لأنها مهمة. إذا أردت أن تعرف كيف يكون خلقك حسنا مع الناس ركز في هذه الأشياء 4. إذن هو بذل الندى، أن تبذل المعروف وأن تبذل الإحسان إلى الناس من مال أو علم أو جاه. ممكن يكون عندك علم فالناس يحتاجون إلى علمك، فابذل هذا العلم إلى الناس. وكذلك إذا كنت ذا مال ابذل هذا المال إلى الناس، تكون بذلك قد بذلت الندى. وكف الأذى، أن تكف أذاك عن خلق الله تبارك وتعالى، أن تكف أذاك، أن تكف أذية لسانك وجوارحك عن عباد الله تبارك وتعالى. واحتمال الأذى أيضا، لا نكتفي فقط بأن نكف أذانا عن الآخرين، بل إننا أيضا نحتمل الأذى منهم. إذا ما قوبلت بأذية من قبل أي شخص فاحتمل ذلك الأذى، واصبر على ذلك الأذى حتى تكون وتروض نفسك على هذا الخلق يا أخواني. وطلاقة الوجه، ينبغي عليك أن تكون هاشا باشا في وجوه الناس. إياك والعبوسة، إياك والتبشير. يا أخي والله الابتسامة سهلة وبسيطة. أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، نسيت اسمه، يقول كان يظن أنه أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ السبب قال: منذ أسلمت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وابتسم في وجهي. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما الابتسامة يا أخواني، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وبعض العلماء قال حسن الخلق أمر هين، وجه طليق وكلام لين. باختصار شديد هذا هو حسن الخلق. حسن الخلق أمر هين، وجه طليق، وجه مبتسم، باش هاش، ابتسم في أوجه الناس. وأولى الناس بالابتسامة في وجوههم تعرفون من؟ هم أهل بيتك، هم أهل بيتك، زوجتك وأبنائك. والله بعض الناس أعرفهم وتأتينا شكاوى كثيرة، تشتكي كثير من الزوجات أن الزوج عندما يدخل البيت طبعا يدخل مزمجر، يدخل غضبان، يدخل يسب ويشتم ويلعن إلى آخره طبعا. أما بين الناس سبحان الله تجده كالحمل الوديع، يضحك ويبتسم ويتكلم بالنكت وما شابه ذلك يا أخواني. هذه ليست أخلاق المسلم كما سوف يمر معنا في حديث ذكره طبعا المصنف هنا إن شاء الله من خلال حديثنا والتعليق على هذه الأحاديث. خير الناس نبينا صلى الله عليه وسلم. أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا. وما أحسن من قال في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت خصال الخير في الناس فرقت وقد جمعت فيك الخصال المفرقة. ورب الآن خصال الخير فرقت بين الناس، لن تجد إنسان عنده كل صفات الخير، تجد عنده بعض الصفات النبيلة وعنده بعض من مكارم الأخلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم
كانت أو جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم كل صفات الكمال وكل صفات الخير. ألم يقل الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ فالله جمله والله حسنه والله كمله صلى الله عليه وسلم. فالآن يا أخواني السؤال الذي يطرح نفسه قبل أن نقرأ الأحاديث، كيف يعني قد يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال: كيف أعرف أني حسن الخلق مع الآخرين؟ الضابط في هذه المسألة كما ذكر العلماء أن يعني كما ذكر كيف يعرف طبعا الإنسان، قال: من خلال تعاملك مع من هو دونك ومن هو تحت يدك. شوف تعاملك مثلا مع الزوجة، وتعاملك مع الولد، وتعاملك مع الخادم، وتعاملك مع الموظف إن كنت رئيسا في دائرة ما. انظر هنا تعرف الأخلاق على حقيقتها. لا يتصور حسن الخلق مثلا يا أخواني ممن يعني أن تتعامل ممن هو فوقك كأمير أو رئيس، إجباري بدك تكون حسن الخلق معه، صح؟ لكن هذه الأخلاق الحسنة لا تكتشف ولا تعرف إلا من خلال التعامل مع من هم دونك. زوجتك، شوف شلون تعاملك مع زوجتك، أبنائك كيف تعاملهم في بيتك، خادمك هل تعامله بلين. أنس كما وهذا حديث موجود بين أيدينا، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي 10 سنين، قال: ما قال لي في يوم قط أف، كلمة يعني تذكر للتضجر، يعني ما قال النبي في وجه أنس أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته يا أنس، ولا لشيء لم أفعله هل فعلته، يعني أو كما جاء عند أنس رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى أدب النبي وانظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يتعامل مع الآخرين. طيب، هذا الباب باب حسن الخلق يرتكز على 3 ركائز. هذه مهمة طبعا، هذه خلاصة هذا الباب، ومن أراد أن يكتب هذه الركائز يكتبها حتى يستفيد. هذه الركائز 3 التي هي ملخص هذا الباب كله. الركيزة الأولى التربية الخلقية. النبي صلى الله عليه وسلم سوف يظهر لنا من خلال الأحاديث أنه ربى الصحابة بحاله وقاله على الأخلاق الحسنة، رباهم تربية إيمانية خلقية كما سوف يمر معنا من خلال قراءة الأحاديث. فهذه هي الركيزة الأولى في هذا الباب. الركيزة الثانية التربية بالقدوة. التربية بالقدوة كما جاء في حديث أنس، حديث أنس اللي مر معنا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي أنس، وهذه يسميها علماء التربية هذه تربية بالقدوة. فكن قدوة صالحة لأبنائك وربيهم بالقدوة الحسنة يا أخواني. وأنا سمعت مرة أحدهم قال هذه العبارة، عبارة جيدة يعني، يقول: سلوك رجل أجدى في 1000 رجل من كلام 1000 رجل لرجل واحد. يعني لو الآن الناس يا أخواني يراقبون أفعالك، لا سيما إذا كان يشار إليك بالبنان، يراقبون تصرفاتك، فكن قدوة في الخير والصلاح، كن أمامهم قدوة في الخير والصلاح لأنك مراقب. هذا الأمر يا أخواني أحيانا سلوك ما يحتاج الناس ترى منك إلى خطاب ولا مواعظ، سلوك واحد يكفي، سلوك منك تمام يظهر مدى يعني عظمة الأخلاق التي تحملها بين جنبيك. هذا السلوك وحده والله يكفي يا أخواني، يكفيك عن خطب كثيرة. الأمر الثالث أو الركيزة الثالثة مراعاة مشاعر الآخرين. وهذا مر معاكم، أعتقد الشيخ شرح الحديث في حديث الصعب بن جثامة. ألم يراعي النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الصعب بن جثامة؟ وأنتم طبعا الحديث أعتقد البعض ما سمع به، لكن أقرأه أمامكم. الحديث يقول عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا،
فرده عليه، يعني أعطاه هدية. هذا الصحابي يعطي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رد تلك الهدية. طيب الآن من خلال قراءتنا هل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد الهدية؟ لا، بل على العكس تماما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الهدية ويحث على قبول الهدية، وما رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية أهديت له، بل كان يثيب عليها صلى الله عليه وسلم، وكان يهدى إليه ويهدي صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بعد ما رد الهدية والصعب بن جثامة يعرف أن النبي لا يرد الهدية، كأنه أخذ على خاطر شوي. قال كما جاء في طبعا فلما رأى ما في وجهه من التأثر، يعني من الحزن والأسى، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جبر خاطر هذا الصحابي وبين له السبب يا أخوان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مربي وقدوة وأسوة لنا في الخير. أراد النبي أن يعلمنا معاشر المسلمين جميعا أنك عبد الله ممكن أحيانا تخطئ في حق أخيك خطأ، لأنه لا يعرف السبب الذي جعلك تتصرف هذا التصرف. فإذا لاحظت أن أخاك يعني قد أخذ على خاطره أو انتابه شيء من الأسى والحزن، فبين له الحقيقة وبين له السبب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصعب بن جثامة قال إنا لم نرده عليه إلا أننا حرم. النبي كان محرم صلى الله عليه وسلم، معروف طبعا من كان محرما بحج أو عمرة لا يجوز له أن يقبل الصيد، لا يصطاد ولا يقبل الصيد. فلما بين السبب طبعا هذا الأمر ارتاحت، أكيد ارتاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال هذا الأدب الرفيع يا أخواني أن نجبر خواطر الآخرين وأن نراعي مشاعر الآخرين. طيب وصلنا يمكن الحديث وصلت 624 النواس. طيب عن النواس في حد يقرأ؟ تفضل. عن النواس بن سمعان. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. بارك الله فيك. هذا الصحابي الجليل النواس بن سمعان يروي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. من فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحرصون على السؤال عن أسباب الفوز وعن أسباب النجاة من النار. لاحظ، وهذا الأمر تعلموه ممن؟ تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ما بين الترغيب والترهيب. ترغيب لحاله ما يكفي وترهيب لحاله ما يكفي يا أخوان، تمام؟ لأن الترهيب وحده من عبد الله عز وجل بالخوف أنتج لنا ماذا؟ الخوارج. ومن عبد الله عز وجل بالمحبة كما طبعا والترغيب أنتج لنا الصوفية وأمثالهم. تمام يا أخواني؟ فالأفضل في دعوتك وفي مواعظك وفي خطبك وفي نصحك للآخرين أن تجمع بين الأمرين، كما كان النبي راح يمر معنا كثيرا من أحاديث هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أبواب الترهيب والترغيب. طيب وكذلك سأل، لأنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. فهل سأل النبي عن البر فقط أم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين معا؟ سأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين معا، البر والإثم. والبر كما قال النبي اختصر الكلام فعرفه بهذا التعريف، قال هو حسن الخلق. البر هو حسن الخلق، وهو اسم طبعا البر اسم جامع لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم اسم جامع لجميع أفعال الشر، لأفعال الشر كما ذكر ذلك العلماء. والإثم يا أخوان يعرف كما ذكر في هذا الحديث، يعرف من خلال علامتين اثنتين، وركزوا في هذا الكلام الموجود في هذا الحديث. قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
طيب هذا الكلام أو هذه العلامتان، هاتان العلامتان اللتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هل يصلحان لكل من هب ودب؟ يعني الآن يعني هل الحكم والفيصل عندك، يعني مثلا عندنا أن نعود كما جاء في بعض الآثار استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفتي نفسك. هذا الكلام يا أخواني لا يصلح إلا لمن كانت فطرهم سوية. أما من كان منتكس الفطرة، من كان صاحب نفس شريرة خبيثة، هذا الكلام لا يصلح معه، لأنه يرتكب المعاصي، يعني يشرب الخمر ويزني ويرى أن نفسه يعني مبسوطة ومرتاحة، تمام، لكن نفس المؤمن لا يطيب لها هذا. وكلما زاد إيمانك كلما ارتفع هذا الحس المرهف عندك. كلما زاد إيمانك كلما زاد الحساس عندك، كما يقال الحساس عندك نظامي، كلما زاد إيمانك. لذلك لاحظوا يا أخوان، الصحابة لما كان إيمانهم بالله عز وجل إيمانا قويا، كانوا يتركون كما جاء في بعض الآثار الصحابة والسلف يتركون 3/4 المباح خوفة الوقوع في الحرام، مع أن أشياء مباحة لكن يتركونها لماذا؟ خشية أن يقعوا في ذلك الحرام. وأنس رضي الله تعالى عنه كان يخاطب يوما التابعين يقول لهم: إنكم والله لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله من الكبائر. لما يا أخواني؟ لأن النفوس والقلوب مؤمنة بالله عز وجل، وكلما زاد إيمانك كلما كان حسك بمثل هذه الأشياء يعني صالحا، تدرك الأشياء التي فيها نفع وفيها خير من الأشياء التي تعود عليك بالضرر. فلا يأتينا آت ويقول اليوم مثلا أنا استفتيت نفسي مثلا ورأيت أن الأمر حلال. كثير ممن يأكل الربا مثلا، هؤلاء الذين انتكست فطرهم سوية، تمام، لأن الأصل في الفطر أن تكون سوية، لكن هؤلاء من خلال يعني أشياء كثيرة أثرت على فطرهم فانتكست فطرهم، ما عادوا يقعون في الحرام دون أن يشعروا أن هذا الحرام حراما. لذلك حتى حديث النعمان بن بشير لو أردنا أن نسقطه أيضا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، هذا مو على كل الناس يا أخوان. الحلال بين والحرام بين تمام، لكن من يدرك هذا الإدراك ومن يحس هذا الإحساس هو صاحب النفس المؤمنة التقية كما ذكر معنا. قال: والإثم ما حاك في نفسك. سبحان الله، نفس المؤمن عندما يقع في الأمور المشتبهة، لا أقول لك الحرام، لم يصل إلى الحرام، تجد أن نفسه تتردد، يعني ما في اطمئنان، يجد أنه لا راحة له ولا اطمئنان عنده، نفسه تتردد هل يقبل أم يحجم. تمام يا أخواني؟ فنفسه حية، نفسه يقظة، وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن صاحب النفس المؤمنة التقية يرى أن الذنب ويرى أن المعصية ما هي إلا عورة من العورات، يخفي تلك العورة كما أنك تخفي عورتك عن الناس، كذلك هذا الإثم الذي وقعت فيه إذا رأيت أنك تخفيه على الناس أو عن الناس فاعلم أنه إثم. واضح يا أخواني؟ فهذا الحديث فيصل طبعا في هذا الجانب وفي هذا الميدان. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.